Goedemorgen dames en heren, mijn naam is Saif, ik ben jullie mentor والنهاردة هعلمك ازاي تسأل اي سؤال يخطر على بالك بالهولندي. وبلاش نهري كده زي كل مرة، ويلا بينا ننط على اللابتوب على طول. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين هنا الكلمات اللي تقدر تسأل بيها عن اي حاجة. هنا في فراغ naar een persoon، يعني ايه؟ لما تيجي تسأل عن شخص تسأل بكلمة في، يعني مين. لما تيجي تسأل عن حاجة بقى فراغ naar een ding تسأل بوات. ايه معنى كلمة وات؟ ايه يا اسطى؟ ايه اتعلم بقى. لما تيجي تسأل عن مكان تسأل بوار، فار فين. ولما تيجي تسأل عن وقت تقول فانير، فانير امتى، فانير امتى. لما تيجي تسأل عن سبب، او يعني عايز ان الشخص اللي قدامك يشرح لك حاجة او يبرر لك حاجة او يدي لك سبب لحاجة تسأل فاروم، فاروم ليه. لو عايز تعرف مثلا ازاي تعمل حاجة او ازاي يعني عايز شرح الحاجة تسأل هو، هو ازاي. عايز تسأل عن كمية او عدد تسأل hoeveel، hoeveel كام. يلا بينا ناخد كم مثال كده اهوت. Wie is dat؟ Wie is dat؟ يعني مين ده. Wie is dat؟ Wat eet jij؟ Wat eet jij؟ يعني بتاكل ايه، بتاكل ايه. Waar werk jij؟ Waar werk jij؟ بتشتغل فين. Wanneer kom jij؟ Wanneer kom jij؟ هتيجي امتى. Waarom leer je Nederlands؟ Waarom leer je Nederlands؟ ليه بتتعلم هولندي. Hoe ga jij naar school؟ Hoe ga jij naar school؟ ازاي بتروح المدرسة. Hoeveel kost dit؟ Hoeveel kost dit؟ بكام ده. وهنا بقى هعلمكم ازاي تسألوا اسئلة اجابتها حاجة من الاتنين، يا يا لا. اسئلة او لا. ماشي. البنية بتاعت السؤال بتكون عاملة ازاي؟ بتكون عاملة متأسسة ما بين الفعل، الفاعل، والباقي بقى الحاجات اللي مش مهمة. فانت عشان تسأل سؤال اجابته او لا لازم تستخدم البنية ديت بتكون الفيرب فورت اللي هو الفعل زائد الفاعل زائد الباقي اللي هو اللي مش مهم. يعني كمثال ben jij student؟ انت طالب. ben jij student؟ heb jij een fiets؟ عندك عجلة. woon jij in Amsterdam؟ woon jij in Amsterdam؟ ساكن في أمستردام، يعني أنت ساكن في أمستردام. werk jij in een winkel؟ werk jij in een winkel؟ بتشتغل في محل. spreek jij Arabisch؟ spreek jij Arabisch؟ بتتكلم عربي. وخلي بالك لازم تكون يعني واخدهم الترتيب ده، عشان لو غيرت الترتيب يعني الغلط الفوت jij bent student انت كده مش بتسأل، انت كده بتقول. يعني مثلا حد طالب بتقول له jij bent student، jij bent student. Dat is geen ja-nee vraag, dat is een gewone zin. Die جملة عادية، دي مش سؤال. ايه هو السؤال؟ ben jij student؟ شايفين الفرق؟ jij bent student، ben jij student. ben jij student ديت صح، ديت سؤال، ديت
مش سؤال، دي جملة. تمام؟ هنخش على اللي بعده. ايه هي الأخطاء المشهورة؟ يعني ايه الأخطاء المشهورة؟ يعني الغلطات اللي أغلبية الناس بتعملها. زي ديت مثلا، دي جملة غلط جدا. Waar jij woont. ده مش سؤال. Waar jij woont. ده مش سؤال. دي ممكن تستخدمها في جملة. يعني مثلا لو هتكتب Ik weet waar jij woont. دي كده تمشي. دي معناها أنا عارف أنت ساكن فين، لكن مش سؤال. فلو عايز تسأل حد أنت ساكن فين، تقول Waar woon jij. Waar woon jij. بعد، وخلي بالك, na een vraagwoord komt altijd eerst het werkwoord, dan pas het onderwerp. يعني ايه؟ يعني بعد كلمة السؤال اللي هي انا لسه قايل لك عليها فوق، هيجي بعدها على طول الفعل، وبعد الفعل بيجي الفاعل اللي هو السبجكت. يعني كمثال هو jij heet، دي غلط. دي ممكن نستخدمها في جملة زي هنا هوت ik weet hoe jij heet. ik weet hoe jij heet. إنما ديت مش سؤال. إيه هو السؤال؟ hoe heet jij. hoe heet jij. اسمك إيه. wat jij doet ديت مش سؤال. ايه هو السؤال؟ wat doe jij. wat jij doet ممكن تستخدم كجملة. يعني مثلا wat jij doet is verkeerd. اللي انت بتعمله ده غلط. انما دي مش سؤال. انت بتقول لحد اللي انت بتعمله، انما مش سؤال. wat doe jij ديت معناها انت بتعمل ايه. wanneer jij komt. wanneer jij komt دي برضو مش سؤال. wanneer kom jij ديت سؤال. wanneer kom jij ديت سؤال. فعلى طول عندك كلمة السؤال، عندك الفعل، عندك الفاعل. فاتعود على كده ان على طول اول حاجة بتيجي كلمة السؤال. waar, hoe, wanneer، اي كلمة من الكلمات اللي هي ديت. wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe, hoeveel. اي كلمة من دولت. وبعدها هيجي الفعل. كم فعل، يعني من كومن. ياي الفاعل. يلا خلونا نتمرن شوية. يلا خلينا نتمرن شوية زي ما أنا معودك. أنا على طول بتمرن معاك شوية كده في السريع اللذيذ اللي بنجيب منه الخلاصة على طول. أنا هقول الجملة وانت قول ورايا. تمام؟ اتفقنا؟ حلو الكلام. Hoe heet jij. Hoe heet jij. اسمك ايه. Hoe heet jij. Hoe heet jij. اسمك ايه. Waar woon jij. Waar woon jij. ساكن فين. Wat eet jij graag. Wat eet jij graag. بتحب تاكل ايه. Werk jij in Nederland. Werk jij in Nederland. بتشتغل في هولندا. Heb jij kinderen. Heb jij kinderen. عندك أطفال. عندك عيال. مخلف من الآخر ولا قطع الخلف. Hoeveel kost dit. Hoeveel kost dit. بكام ده. Waarom leer jij Nederlands. Waarom leer jij Nederlands. ليه بتتعلم هولندي. Wanneer ga jij naar school. Wanneer ga jij naar school. Wanneer ga jij naar school. امتى بتروح المدرسة. والنضارة اتقلعت يا جدعان.
يا رب تكونوا استفدتوا حاجة، يا رب تكونوا اتعلمتوا حاجة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد في شرح جديد. وما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل شير لأي حد نفسه يتعلم اللغة الهولندية عشان نقدر نفيد أي حد نفسه يتعلم لغة جديدة. وكان معكم سيف مبابي من قلب هولندا. سلام.